مش كل الإيجار زي بعض، في نوع بيكسب ضعف التاني. تعالوا نعرف مع بعض أنواع الإيجار، وهو يا إما سكني يا إما فندقي. في الإيجار السكني أغلب المشروعات في مصر بتدي كاب ريت من 4 لحد 8%، وده في الوحدات السكنية. يعني لو إحنا عندنا شقة ثمنها 10 مليون جنيه، هيبقى الكاب ريت بتاعك صافي دخلك الإيجاري هيبقى عامل من 400 ألف جنيه لحد 800 ألف جنيه. نيجي بقى للإيجار الفندقي. الوحدات الفندقية اللي بتبقى موجودة في أماكن صح طبقا لآليات شراء العقار كلها، بيبقى الكاب ريت بتاعها من 12% لحد 18%، وده معناه ان صافي دخلك في الوحدات الفندقيه هيبقى اعلى بكتير جدا. في كاب ريت 12% بنتكلم في 1,200,000 جنيه صافي دخل ايجاري في السنه لحد 1,800,000 جنيه. ده برضو لو انت عندك شقه فندقيه ب 10 مليون جنيه. هسألك سؤال بسيط، لو انت رايح الساحل تختار تقعد في شقه ايجار ولا تقعد في غرفه فندقيه؟ اكيد هتحتاج انك تقعد في غرفه فندقيه علشان خاطر الخدمات والسيرفيس بتاع الفندق اللي بيخدم عليك من الالف للياء. هنا بقى السؤال المنطقي، ليه الفندق يكسب؟ لان الفندقي بيتأجر بالليله مش بالشهر، والسعر بيكون مرن وبيزيد اكتر مع وجود المواسم، ولان الطلب على الاقامات القصيره في مصر ده في اعلى مستوياته، وده بالاستناد الى توجيه الدوله اصلا. الخلاصه ان الفندقي في مصر فلوس بتكتر وبتضاعف نفسها. المستثمر الذكي اللي بيكون عنده في محفظته العقاريه استثمار فندقي. انا سليمان سمير من سيركل اسيتس، ولو عايز تختار اعلى وحده فندقيه تحقق لك الكاب ريت سيب كومنت.